السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ والله وحشني بجد. اللي ما يعرفنيش انا السيد اسماعيل، طالب في كلية صيدلة. ومن هنا جت فكرة الفيديو بتاع النهارده. هو هل الناس كلها اللي داخلة صيدلة هل هي بتحب الكلية اصلا، ولا داخلينها كده عشان مجموعهم اللي حكم بكده من الاخر؟ فكوباية الشاي بقى الجميلة بتاعتك، وتعالى هنقعد ندردش شوية مع بعض. اول حاجة يعني، هل كل الناس مثلا الدفعة بتلاقي حوالي 700 واحد ولا 600؟ انا مثلا دفعتي 600 وحاجة. هل ال 600 بيحبوا الكلية؟ وده اللي هنجاوبه النهارده مع بعض. بس في البداية تعالى ناخد انا نفسي، تعالى خدني كمثال. انا واحد من الناس، كنت انا اول دفعة تابلت الحمد لله. بلاش اتكلم في السنة دي. كنت انا اول دفعة تابلت. فدخلت ثانوي، طبعا دخلت ثالثة. قاعد اذاكر، اجتهد، اشد في المذاكرة، اقسم بالله كنت بذاكر مذاكرة موت. مفيش، ما سبتش اي حاجة حرفيا، ما عملتهاش. في الاخر انا فاكر والدتي كانت تقعد تقول لي ايه، شد قوي على قد ما تقدر، لان واحد من عشرة هتضيعك من كليه لكليه. مش عارف كان قلبها حاسس ولا ايه، والله بجد. واحد من عشرة فعلا جه هو اللي وقف بيني وبين بين الكليه اللي انا كنت عايزها. يعني انا في صيدله، كنت انا بصراحه حلمي كان اسنان. جيت بقى الفرق بيني وبين اسنان كام؟ والله العظيم درجه والله. درجه واحده اللي فرقت بيني وبين الكليه، اللي هو طب انت مستوعب الصدمه. فانا لما جيت قالوا لي انت خلاص اسنان ضاعت منك، وهتدخل صيدله او صيدله مثلا وكده. وكان عندي مشكله برضه، كان في مشكله. في سنتنا العلاج الطبيعي كان في الطبيعي كان بيبقى العلاج الطبيعي بعد صيدله، في التنسيق بيبقى اقل من صيدله. حظ الدفعه الحلو، العلاج الطبيعي جه قبل صيدله. يعني فل من كل ناحيه. فانا كواحد من الناس ما كنتش اعرف اي حاجه عن صيدله، اقسم بالله ما كنت اعرف اي حاجه عن صيدله، الا ان انت واحد بتتخرج بتفتح صيدليه وخلاص. حاجه زياده، واحد حاجه معلومه زياده مفيش. فانا قالوا لي ايه بقى، انت خلاص انت داخل صيدله ومش عارف ايه. فانا قلت لهم لا، انا مش داخل، دخلوني حقوق ولا ان انا اخش صيدله. يقولوا لي لا ازاي ومش عارف ايه، ومجموعك ومش عارفين بقى الكلام بقى اللي هو ده، وحرامي المجموع ده، وهتعمل ايه، ولا ما ينفعش وكده. فانا قلت لهم انا مش حابب الكليه، ما انا فعلا ما اعرفش حاجه عنها، ما اعرفش اي حاجه خالص. انا بقى كنت عايز ادخل اسنان. مهما كان راجل شيك واقف في العياده بتاعتك، فلوس كتيره، الكلام من ده، يعني فاهمين قصدي، والشغل حلو فيها وشغل مريح. فلما لقيت بقى الصيدله وكله بقى عمال بقى يزن، وانت هتدخل صيدله مش عارف ايه، رضينا بالامر الواقع، ما خلاص اكيد لعله خير، وهو مش لعله خير، هو بقى خير الحمد لله. فجيت بقى ايه، تدور الايام ويجي بقى وقت التقديمات، فرحت انا قدمت في الكليه لوحدي. انا حظي الاسود بقى، اتوقع في ايه الاقي ايه بقى؟ صيدله كده، اسنان كده، والله العظيم. يعني لو انت كل يوم انت رايح في الكليه لازم تعدي على الاسنان، تعدي على الاسنان كل يوم، عارف اللي هو انا بحب اجلد ذاتي، هو ده والله العظيم. فاللي هو انا اعمل ايه طيب، يعني ايه الحل؟ فقلت يلا اكيد لعله خير ومش عارف ايه، وندخل نقدم. دخلت قدمت. خلاص خلصنا التقديمات، الكلام من ده، بدأت بقى الكلية، قلت بقى أشد بقى في الكلية وبص بقى وأذاكر مذاكرة موت، عارفين بقى الكلام بقى اللي بيبقى حماس البدايات ده. هو لا، هدخل بقى أذاكر وأقطع الدنيا، وبص مش هتلاقوني، مش هطلع من البيت للكلية، ومن الكلية للبيت. والله بجد اللي هو أحلام بقى، أحلام الأطفال بقى ديت. فكل ما افتكر بموت ضحك والله. فقمت جاي ايه، قلت يلا بقى نذاكر. فعلا كنت بذاكر، بس كانت المذاكره اللي هي ايه، مش هقول لك المذاكره الموت، لا، الحاجه العاديه، الحاجه اللي كانت يعني ايه، تزق الدنيا، تنجحني والكلام من ده، لان انا ستيل ما كنتش حابب الكليه برضه. يعني انا لحد دلوقتي ما كنتش حابب الكليه في سنه اولى. فقعدت بقى ايه، وما كنتش عملت صحاب، يعني دي نقطه برضه تانيه، ما كنتش عملت صحاب. فلما جيت بقى الترم التاني، قلت انا ايه، انا خلاص انا اتحكم عليا ب6 سنين اقعدهم في الكليه، خلاص غصب عني اعمل ايه. بدأت إن أنا أعمل صحاب وأعمل معارف والكلام من ده. وما شاء الله عملت معارف كتير أوي 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 كمان. لدرجة إن هو مثلا أنا ماشي دايما، أنا عارف الشخص ده مهما كان، وما أنا عارفه. فبدأت إيه، الموضوع ده بدأ يحببني في الكلية شوية. بعدين لما جيت بقى طلعت بقى لسنة تانية، آخر تانية كده، قلت إيه، أنا برضه عايز أستفيد من الحاجات اللي أنا باخدها هنا وبتعلمها والكلام من ده. أبدأ أعمل إيه، أعمل فيديوهات. فعلا بقى بدأت أعمل فيديوهات والكلام من ده، يعني الحمد لله مشت معايا. وده هنعمل عنها فيديو تاني لوحده، فيديو طويل بقى لوحده. فانما احنا نرجع بقى للموضوع بتاعنا. انا بدات اعمل فيديوهات ليه؟ علشان انا
يعني خلاص انا ما كنتش بقى، يعني انا عايز احب الكليه باي طريقه، فانا عايز احس بقيمه الكليه واحس باللي انا باخده ده، يعني بستفاد بيه وافيد بيه الناس وكده. فبدات اعمل بقى محتوى، اقدم معلومات والكلام من ده للناس، والناس حبت كده. وانا يعني فاهم، بدات انا احب نفسي، يعني احب الكليه واحب نفسي في الكليه والنظام ده كله. والحمد لله الحمد لله الى حد ما يعتبر حبيتها، وبدات اذاكر اكتر واكتر والمع النظام ده كله. فنرجع بقى للسؤال اللي كان في الاول خالص، هل كل اللي داخل الكليه بيحبها؟ والله انا اقول لك ممكن حوالي كام واحد في الدفعه، مثلا ممكن 10% مثلا من الدفعه، مع ان 10% دي كتير كتير قوي ان هم يحبوا الكليه وداخلين عن حب واقتناع. يعني مثلا كان جايب مجموع طب هو اللي دخل صيدله، نادر قوي انك تلاقي الموضوع ده، لان كلنا يعني لما تقعد مع حد يقول لك انا كان نفسي مثلا في اسنان، كان نفسي في بشر، ما تلاقيش حد يقول لك انا كان نفسي في صيدله وكنت عايز صيدله ودخلت صيدله، الا بقى اللي تلاقي مثلا كان والده شغال صيدلي، او مثلا عنده حد بيتعين في الكليه وهكذا، يعني فاهم قصدي؟ فهم محبينهم في الكليه اصلا من البدايه. انما الباقي بقى اللي هم احنا، يعني عامه الناس كلها ما كانش حد حابب الكليه. انا ما كنتش حابب الكليه، وكنت ستيل مثلا حوالي سنتين ما كنتش حابب. بس حاليا دلوقتي انا بدات احبها وحبيتها. ليه؟ هي خلاص غصب عنك، بقت مستقبلك، بقت حياتك، بقت شغلك، بقت كل حاجه ليك. يعني انا واحد من الناس ما اعرفش اعمل اي حاجه في حياتي الا المذاكره والشغل بتاعها مثلا ده بس. غير كده مثلا هتقول لي اطلع مثلا الشركه تاني، مش هعرف. فعشان كده انا يا ابن الناس بقول لك، انت لو واحد لسه بتعدي بنفس المرحله بتاعتي ولسه بادئ مثلا انت لسه داخل الكليه، او انت مثلا في سنه تانيه ومش حابب الكليه، لا ابدا حبها وعيش حياتك فيها. انت هتضيع 6 سنين من عمرك، كل الايام دي من عمرك بتضيع، فانت ضيعهم وانت ايه بتستفاد وحابب المكان اللي انت فيه والكلام ده كله، بدل ما تضيعهم في ايه. وكده كده بص، هيعدوا الايام سواء انت راضي مش راضي، هم هيعدوا 6 سنين، هيعدوا عليك هيعدوا عليك. وخدها من نصيحه مني، انا شعري واقع في الكليه والله، انا نفسي احط لكم صوره ليا وانا كنت لسه داخل الكليه. ايام ايام والله، احنا عجزنا بدري في الكليه دي والله، يعني ربنا يسامحك. فيا ابني خدها نصيحه والله، ابدا حب الكليه، وحب انك تبقى موجود في المكان ده، وحب انك تنفع الناس. وانزل اشتغل والكلام من ده، وانزل اتدرب في كذا صيدليه واعرف الدنيا ماشيه ازاي والنظام ده كله. كل الحاجات دي هتفرق معاك وهتفرق في حبك للكليه والنظام ده كله. ف والله يعني انا حاليا يعتبر بدات احبها الحمد لله الحمد لله. انا مش عايز اطول عن كده، الفيديو داخل على 8 دقايق بصراحه. فانا وده يعتبر تاني فيديو ولا تالت فيديو اعمله. فوالله العظيم انا لو انت لسه بادئ في الكليه زي ما انا قلت لك، او انت في تانيه ثالثه مش حابه، حب الكليه وبس كده. السلام عليكم.